هاي يا جماعة، أميرة النهاردة جاية تثير الجدل. زي ما انتوا كده شفتوا في العنوان. فالروح الرياضية كده بيتقبل الموضوع يخليه معانا، واللي روحه مش الموضوع برضه يخليه معانا. أنا بقول طبعا في كل دولة زي ما احنا عارفين بيكون كل شخص مختلف عن التاني، مش كل الناس زي بعضها، ولكن احنا بنقدر نقول الحاجة اللي هي بتبقى جاية من ثقافتهم او التعليم اللي هم اتعلموها من هم صغيرين واتغرزت فيهم من هم صغيرين. الاغلبية بيكونوا طالعين عاملين ازاي. فانا هتكلم النهارده زي ما انتوا كده شفتوا في العنوان الفرق ما بين الرجل الكوري والمصري. هبدأ بأول حاجة وهي ان الشاب المصري، الرجل المصري من وهو صغير بيتعلم معاملة معينة، ألا وهي قومي جيبي ده لأخوكي، اعملي ده لأخوكي. بننضف له، بنأكله، بنشربه، بننيمه، بنعمل كل حاجة. هو حرفيا بيكون قاعد كده ولا بيعرف يطبخ ولا بيعرف ازاي ينظف الحاجة ولا بيعرف ازاي يساعد، علشان هو متعلمش ده من هو صغير. يعني هما بيبقوا شايفين دايما الراجل لا هو اللي يبقى قاعد كده واحنا اللي ننظف حواليه، فاحنا بنطلع معاق. انا اسفه يعني، بس احنا بنطلع معاق، ما بنطلعش بني ادم بالتربيه دي. ولكن في اباء كتير الحمد لله برضو علموا اولادهم من هم صغيرين ان هم لازم يساعدوا في البيت، لازم ينظفوا وراهم، يتعلموا ازاي ياكلوا، يعني ازاي يعتمدوا على نفسهم. وطبعا الرجاله المصريه هقول برضو لما بيطلعوا في الغربه عشان الموضوع بيبقى جديد، بس مع الوقت خلاص بيبداوا يتعودوا على حاجات ويتعلموا حاجات جديده في حياتهم، ولكن الاغلب كده. هنيجي على تاني، الكوريين بيتعلموا من هم صغيرين تنظيف الحاجات الاساسيات دي. فتلاقي مثلا عادي ممكن بيغسل لنفسه هدومه، بيعرف يعني ايه يغسل لنفسه هدومه، يعرف ينظف حتى لو مش التنظيف اللي هو بس بيعرف ينظف، يعرف يعمل له اكلتين كده. في ناس ما بتعرفش تعمل اكل خالص، بس برضو في بنات ما بتعرفش تعمل اكل خالص. فبيكون في اعتماد على الذات، وده هينقلنا لنقطة معينة وهي المساعدة في البيت بعد الجواز. الكوريين بيكونوا شايفين او مش شايفين، طبعا زمان جدا 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 لما كانت المرأة ما بتدرسش اساسا، ما كانش المفروض انها تدرس عشان كانوا شايفين ان المرأة المفروض تقعد في البيت وتحفظ البيت والتعليم بيبقى بالراجل. فالراجل هو اللي كان بيتعلم وهو اللي كان بيشتغل وهو اللي كان بيعمل كل حاجة. فبالتالي هي ولا كانت بتتعلم بقى ولا كانت بتعمل اي حاجه ولا بتروح ولا بتيجي ولا اي حاجه، فهو اللي كان بيكون مسيطر. ولكن دلوقتي احنا بندرس زي ما الرجاله بتدرس بالظبط، وبرضه بنشتغل وهما بيشتغلوا كل الكلام ده. المهم يعني فالراجل الكوري بيساهم في مساعده في البيت، في تنظيف البيت. طبعا مش هقول كلهم ولكن اغلبيتهم كتير، حتى لو كده حاجه بسيطه بس بيساعد، بيكون يعني في مساعده في البيت. على عكس قومي جيبي لي كوبايه شاي، قومي اعملي لي مش عارفه ايه، قومي كذا كذا، انتي الست انا الراجل، كلام طبعا اللي هو الفكسان ده. أم، في حاجه برضه هي وهو بيسمع الكلام، يعني بيكون في مناقشه ما بين الزوج والزوجه مثلا. حصل حاجه، اعمل ايه كذا كذا، بيكون لا المفروض تعمل كذا، حتى لو هيتخانقوا يعني، بس عامه بيكون في راي للست وزي ما في راي للراجل، فاهماني؟ مش احنا مثلا عندنا انا كلمتي هي اللي تمشي في البيت ده، راجل البيت ده. طبعا ده كلام فاضي وليس له اي حاجه، واللي عايز يعاركني يعاركني. انا شايفه ان لا لتربيه الناس على هذا النحو، ان الستات تكون ملهاش اي رأي، ملهاش اي صوت. في حاجة برضه اتكلم فيها مثلا في العلاقات او كده، بتحسوا ان الشباب المصرية مش صريحة. يعني مثلا لو مثلا حد عايز يرتبط بحد رسمي، ممكن هو يرتبط بواحدة، ومثلا لو واحدة تانية بتحبه مش هيقول لها لا انا مش معلش مش بحبك علشان انا مع مثلا مخطوبة او هخطب واحدة او مرتبط بواحدة او ما بحبكيش. عندهم حب الامتلاك. والله اللي تجيبه ربنا يا الحمد لله، اللي هو اي حاجة تجيله مش هيقول لا عليها. هتلاقيه مثلا ايه، ممكن ما بيحبكيش وممكن يبقى قاعد معاكي وارتبط بيكي وعادي وكل حاجة، وما يسألش عليكي ولا يكلمك ويتخانق معاكي عشان ما بيحبكيش، بس انتي عشان لو بعدتي وشفتي حد تاني يقوم مهتم بيكي، فلما يجيبك تقومي ايه ولا يهتم بيكي ولا. طبعا ده
الناس كلها، تجارب ناس كتيرة جدا، وده بيكون نوع من انواع حب الامتلاك، ومش بيبقى في الولاد بس، بيبقى في البنات برضو. ودي تربية توكسيك يا جماعة. اللي هي ايه، انا عايزة اخد كل حاجة، مش عايزة اسيب اي حاجة. ولكن الحمد لله عطست. ولكن طبعا مش كلهم، يعني انا في اي مثال بقوله، في اي صفة بقولها، مش بقول 100% الشخص ده بيبقى فيه كذا، ولكن بقول الاغلبية بيكونوا ماشيين ازاي. على عكس مثلا الكوري، ما بيحبكيش خلاص اقفل الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، انا مش عايزه اقابلك تاني، مش هفضل بقى اضيع وقتي واضيع وقتك ونضيع وقتنا. هتقولوا في كوري، ما انا بقول اهو الاغلبيه هتلاقي مش مهتم بيك، خلاص مش هتكلم معاكي. في بقى حاجه كده انا بحسها، بحسها كده، يعني فيها حاجه كده. ايه بقى هي؟ المناسبات مثلا، احنا زي عندنا مثلا العيد، رمضان وكده. ما اعتقدش ان لو شخص كوري مثلا في كوريا وفي ثقافة كوريا هيحس بالاحساس اللي بيجيلنا ده، احساس انا هظبط للعيد، يلا ننزل عشان نشتري زينة العيد، يلا، اللي هو الاحساس ده. اعتقد ان لو حد في نفس ثقافتك او نفس بلدك هيكون حاسس بالموضوع ده اكتر. يعني مثلا المصري مثلا هيحس، او العربي، الشخص العربي اللي هم عندهم نفس ثقافتنا الاسلاميه. ولكن برضو في حاجه، اللي هو لما اتنين بيكونوا مع بعض، يعني لو انتوا اتجوزتوا بعض او كده، لو انتي كوري مثلا، لو انتي اجنبي اتجوزتوا بعض، مش كوري عامه، لو انتي اجنبي اتجوزتي مع بعض، هتلاقي مع الوقت طباعكم بتطبع ببعض، ثقافتكم بقت داخله ببعض. يعني مثلا ايه، بقيتي بتحسي آه، يعني يعني لو انتي في بلدك بتعملي طقوس معينة مثلا، او عادات معينة وتقاليد معينة، فتلاقي بعدين هو بيلقطها. يعني مثلا ايه ده، هو السنة دي مش هنحط الزينة دي في البيت؟ ايه ده، هو مش السنة دي يلا نجيب زينة رمضان من ايه؟ يعني بيكون في كده الناس بتطبع بطباع بعض بعدين، بعد مدة طويلة. بس في الأول ممكن تحسوا ان هو الموضوع، أعتقد مش هيبقى لطيف، مش هيبقى ألطف حاجة. هنتكلم بقى على نقطة، وهي السنس اوف هيومر، الفكاهة. اعتقد يا جماعة، بس بصراحة بقى، اخف دم في العالم هو الشعب المصري. سوري بقى، ممكن هتلاقوا اكيد الشعب الكوري برضو فيه ناس مضحكة وفي ناس فهويه، بس انا بحس ال... بحس كده ان انا عمري ما عيطت من كتر الضحك غير مع الناس المصرية بصراحة. يعني بحس ان هم عندهم السنس اوف هيومر عالي جدا جدا، ودي بوينت ليهم كبيرة جدا. تحيا مصر. النظافة الشخصية عندنا في ثقافة غريبة قوي قوي قوي، وهي الولد لو حط كريم يقولك انا بغسل وشي وجسمي واسناني بالصابونة البيت، اللي هو صابونة غسيل الاطباق، اللي هو ايه المضحك في كده بقى؟ ايه المضحك في كده؟ واللي هو حط كريم، هو انا كريم ايه، انا راجل، اللي هو جماعة. بحس ان هو فعلا احنا متأثرين في الحتة دي بشكل وحش جدا، ان احنا عامة جغرافيا احنا موقعنا في السولار سيستم، قدام السولار سيستم. احنا بجد بنتحرق من الشمس. يعني احنا الشمس ممكن تدينا اعلى نسبة كانسر للجلد بسبب الشمس اللي عندنا. فلازم طبعا نهتم بنفسنا، ولازم مرطبات، وغير يعني غير ما تكوني مثلا مع شخص كده نضيف في نفسه، يقص ضوافره، يحط مرطب في ايديه، يحط مرطب في وشه، في هنا ما يبقاش مقشف، في الشعر يبقى نضيف. الناس دي بحس ان هي يعني ملهاش علاقة انت راجل ولا انت بنت، ولا ده، دي نظافة شخصية ABCD. ودي بحبها في الكوريين، ان هم دايما مهتمين بنفسهم، بشرتهم، ولاد وبنات، ولاد وبنات دايما مهتمين ببشرتهم، بنظافتهم الشخصية، يستحموا، يلبسوا كويس، بيكونوا نضاف قوي في الحتة دي. ودي حاجة انا بديهم بوينت عليها كبيرة جدا. وده يخليني استنتج حاجة، وهي الفكرة يا جماعة مش في الراجل المصري ولا الراجل الكوري، الفكرة في احنا زرعنا في ايه في اولادنا من هم صغيرين، وربناهم بافكار ايه. مش الفكرة كشعب ذات نفسه، الفكرة كتربية الاباء ذات نفسهم من هم صغيرين. وتاني حاجة، لو احنا فكرنا فيها في الاسلام، هنعرف ان الكوريين بيعملوا، لو انا يعني لو انا بقى جبت ايه
بتكلم في ان هو بيساعد في البيت وبيسمع لكلام مراته، يعني بيكون في مجال للنقاش. بيساعد مثلا في تربية الأطفال، في يعني حاجات كتيرة قوي. لو احنا فكرنا فيها هنلاقي ان المصريين او العرب عامة واخدين فكرة غلط جدا عن الرجولة. لان احنا لو حسبناها احنا المفروض نحسبها بالاسلام. الاسلام قال لنا 1 2 3 نراعي المرأة، نساعدها ونساعد في البيت ونعمل ونعمل ونعمل. طبعا دي الحاجات دي لو مش موجودة المفروض هي مش موجودة علشان هو الراجل. فانا ما فهمتش كده يعني ايه هو الراجل، ما هو اساسا ما وفيش بالحاجات المفروض الراجل يعملها، فهو ازاي المفروض تقوله عشان انا الراجل؟ لا، ما عشان انت الراجل المفروض تساعد ومفروض تحافظ على بيتك وتصون بيتك زي ما هي المفروض تصونك. وهتكلم في اخر بقى حاجة خالص 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 عشان انا لقيتني كاتباها هنا. السنسيتيفيتي عامة حاجة يعني بحسها في الكوريين ان هم سنسيتيف قوي، اللي هو لا 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 ستريس ستريس ستريس، بيكبروا كده كل حاجة انما هتلاقي الراجل المصري مغبوط يا عيني على دماغه، بس برضه مع ذلك بيحاول اللي هو يعدي كل حاجة والحمد لله. وبحسها برضو دي اكتر من هي ثقافة، او ممكن مش عارفة هي ثقافة ولا ايمان، ولكن انا بعتبرها ايمان بالله ان هو هتعدي كل حاجة، هتعدي عشان احنا مؤمنين بربنا، غير هما اغلبيتهم مش مؤمنين بربنا طبعا. ولكن انا ده كان رأيي الشخصي، وما اعتقدش ان رأيي الشخصي المفروض يضايق اي حد خالص. ليه؟ لان انا بقول الفرق اللي انا شفته وسمعت عنه، يعني سمعت من تجارب ناس وشفته من ناس حواليا كتير جدا، وحاجة ما تزعلش، ولكن دي حاجة في تربية الآباء. فدي حاجة أنا حابة أوصلها للآباء اللي هما بيربوا أجيال جديدة، ما تربوش جيل عقيم، ربوا جيل فعلا يكون ناس تستفاد منه، ربوا جيل يعرف يعتمد على نفسه، سواء بنات أو ولاد يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، يعرفوا يدوروا بنفسهم ويتعبوا ويوصلوا للحاجة. ربوا جيل ما يكونش عشان ماما مش راضية، ماما مش عايزة، اللي هو ماما هتعمل لي الاكل، ماما هتلبسني، اصل انا مش لاقي التيشيرت فمش هعرف البسه، ليه ما التيشيرت ما غسلتوش، ليه اصل ماما ما غسلتهوليش، ماما ما نضفتليش، ماما ما اكلتنيش. بلاش نربي جيل عقيم، وخلينا نربي جيل بيعرف يعتمد على نفسه صح وبيعرف يفيد غيره صح. لو عجبكم الفيديو، مع ان اعتقد ناس كتير قوي مش هيعجبها الفيديو، بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وسبسكرايب وكومنتات، وبحبكم كتير. اشوفكم في فيديو جديد. باي.